بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك على الجمال وعلى الحلاوة وعلى الخير اللي هنملى بيه البيت. سيحي الزبدة واعملي أحلى شوية سمنة جاموسي وسمنة بقري، استعمليهم في شغل العيد، كملي بيهم رمضان. املي البيت كله خير ودايما عامر بحسكم وبعمايل ايديكم الجميلة يا رب. انا اخترت زبدة المصريين، هسيب لكم اللينك تحت الفيديو، ادخلوا وشوفوا اسعار زمان، لان فعلا يا جماعة زبدة المصريين هي فعلا راعي الزبدة في مصر، وهي فعلا زبدة كل المصريين. تعالوا نشوف عملنا ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا يا جماعة نملى البيت خير ونسيح الزبدة ونعمل أحلى سمنة عشان نستعد لشغل العيد إن شاء الله. طالما شغل العيد يبقى لازم تكون سمنة حلوة قوي، يعني زبدة حلوة قوي. تعالوا نشوف الزبدة المحترمة نسيحها ازاي، نطلع منها سمنة محترمة ازاي تطلع لي شغل العيد محترم إن شاء الله. ويلا بينا. أول حاجة بالنسبة لي هو اختيار الزبدة الصح عشان السمنة تطلع معاكي 10/10، وتعملك معجنات وتعملك حلويات العيد كلها برضو 10/10. فطبعا انتوا عارفين أنا اخترت زبدة المصريين، وانتوا عارفين عشقي ليها من سنين السنين، يعني هي الأصل بصراحة والله في كل حاجة، سواء استعملتيها زبدة بس أو كمان سيحتيها واستعملتيها سمنة، فيها البقري وفيها الجاموسي. النهاردة هسيح معاكم الاتنين، هنسيح البقري وهنسيح الجاموسي، ونشوف كل المراحل بتاعة تسييح الزبدة لغاية ما توصل لك سمنة بلدي صح على ابوها، سمنة ريحة وطعم يا جماعة ملوش حل ما شاء الله. ولما تعملي بيها الأكل هتشوفي الطعم وهتشوفي الريحة وهتشوفي فرق السمنة وفرق الزبدة. طول ما هي عاملة لمعة كده على ايديا يعني دي الزبدة الصح المظبوطة. تعالوا بقى دلوقتي نفضي القوالب. بصوا قوام ناعم ازاي ما شاء الله عليها، ناعمة جدا ما تتخيلوش قد ايه. انا دلوقتي بفضي الزبدة. بصوا دي قوالب الزبدة البقري، بتبقى مصفرة شوية، ان اصلا اللبن البقري بيبقى فيه نسبة صفار شوية عن اللبن الجاموسي، اللبن الجاموسي بيبقى ابيض قوي. دي كده الزبدة البقري الصفرة، حطيتها على العين، العين نفسها كبيرة بس موطية النار خالص، وبعد كده سبتها بقى تاخد مرحلة تسييح كده على ما هنفضي كمان القوالب بتاعة الزبدة الجاموسي. شايفين دي كمان ناعمة خالص ازاي. بصوا هوريكم علامات للزبدة اللي بخيرها، اللي لسه فيها خيرها. شوفوا ازاي، بصوا تغليف، نظافة. يعني انا يعني مش عشقتها كده من لا شيء، لا، من استخدامي ليها ومن نظافتها ومن ريحة الزبدة وانتي لسه بتفتحي الاكياس ما شاء الله عليها. دي كده الزبدة القوالب الزبدة الجاموسي اللي هي بيبقى لونها ابيض كده، حطيتها على بقى، دي كانت خدت العين الصغيره خالص، فدي الزبده الجاموسي اللي هي البيضه هتاخد وقت شويه معانا، لكن البقري الصفراء هتاخد مراحل اسرع. تعالوا بقى دلوقتي اوريكم مرحله في تسييح الزبده، في رحله الزبده اللي ان شاء الله هتبقى سمنه. اول حاجه بصوا القوالب اهي ساحت، يعني رايحه كده في طريقها انها خلاص بتسيح، وهيبتدي يظهر لي على الوش خير الزبده، اللي هو ايه شوية لبن كده بيظهروا كده على الوش. دي اول علامات التسييح. التانية اللي هناك دي الجاموسي دي عشان العين اللي عليها صغيرة خالص، اللي هي العين بتاعة القهوة، فايه واخدة راحتها شوية. الاولانية هتسيح معانا اسرع، ودي خليها برضو على نار هادية مفيش اي مشكلة خالص. اهم حاجة يا جماعة نفضل نقلب طول ما احنا واقفين. تعالوا شوفوا بقى المرحلة دي ابتدت تطرد خيرها على الوش، اللي هي ايه طبقة لبن كده عاملة زي الفوم كده على الوش، وهي تحت كده ما زالت زبدة. لغاية دلوقتي ما نقدرش نقول عليها ابدا مرحلة السمنة، هي لسه زبدة طاردة خيرها، اللي هي بتطرد كده ايه شوية اللبن اللي بعد كده هيتحولوا ويبقوا مرتة معايا. واللي هناك دي برضو نفس الحكاية ابتدت تسيح، بس هتاخد مرحلة اهدى شوية. كل شوية هوريكم مرحلة جديدة. تمام كده، دي كده ايه كانت اهي مرحلة. تعالوا ندخل على المرحلة اللي بعد كده. اللي حصل ان الطبقة اللي فوق الزبدة عمالة بتزيد وبتعمل لي زي الفوم كده، شايفين؟ كل دي علامات الزبدة الصح. اللهم بارك اللهم بارك عليها. شوفوا الجمال، عاملة لي وش ازاي اهو. كل ده بعد كده هيستوي ويتحول لمرتة معانا. برضو لازم تقلبي، لازم ايدك تفضل فيها على طول. شايفين الاتنين نفس الحكاية اهو، البقري والجاموسي اهو معانا.
نفس الحكايه، افضلي قلبي قلبي، خدي من تحت لفوق عشان مفيش حاجه تترسب تحت وتلزق، تفضلي تقلبي. تعالوا بقى شوفوا دلوقتي ايه اللي حصل. خير الزبده اللي كانت طرداه ابتدى يعمل لي شوائب. يعني انا دلوقتي شايفه في المرحله دي زبده سايحه معكره. خدوا بالكم يا جماعة، الناس اللي ما بتعرفش تسيح الزبدة وتحولها سمنة، اديني ماشية معاكم خطوة بخطوة. دي لسه شوية لان دي العين بتاعتها اهدى، عين البوتاجاز اهدى بكتير، فدي لسه شوية. الاولانية كل الشوائب وكل الخير اللي احنا قلنا عليه نزل وعمل لي زبدة معكرة. هوبا بقى تعالوا شوفوا المرحلة دي مهمة جدا. الغليان ده وبرده على نار هادية، اوعي تعلي النار خالص. ايه اللي حصل؟ كل الطبقة اللي كانت فوق خير الزبدة اتحولت لي المرتة، نصها ابتدى ينزل لتحت يستوي، والنص التاني مع التقليب ومع المدة كده بالراحة تصبري عليه كل ده هيبتدي ينزل يتحول لي المرتة تحت، وتبقى الباقي سمنة شفافة جدا. دلوقتي هي ابتدت تبقى سمنة بس برضو لسه معكرة لان المرتة لسه ما استوتش كويس. هوريكم دلوقتي، هنجيب معلقة اهي، بصوا شايفين هتبتدي تبقى سمنه بس ايه فيها شوائب. شوائب دي يعني نيه، لسه المرته نيه. اوعي المرحله دي، المرحله دي لو طفيتي عليها كده وشلتيها مش هتعيش معاكي. احنا لازم نسوي المرته صح كويس قوي عشان السمنه تعيش معاكي من السنه للسنه. اعملوا زي بقى، شفتوا انا ناصحه ازاي؟ جبت كميه زبده بقري وكميه زبده جاموسي وهسيح كله ويقعدوا عندي فتره اعمل بيهم شغل العيد واكمل بيهم رمضان ان شاء الله على خير، ويقعدوا معايا فترة بعد كده. كده المرحلة دي زي الفل. دي لسه يا عيني شوية دي يا عيني لسه، يعني عارفين اللي هي بتلحقنا، يعني احنا بنعديها بمرحلتين ثلاثة وبتلحقنا. بصوا بعد شوية عشان تنجز معايا هبدل الحلتين، هاخدها على العين الكبيرة، بس عين كبيرة درجة الحرارة بتاعتها برضو هادية جدا اهو، بدلتها عشان تلحقنا. شوفوا اللي هناك ايه اللي حصل، اللي هناك ابتدت تتحول اهي لسمنة. تمام، بس انا برضو حطاها على عين هاديه لان لسه فيها شوائب بتستوي. ودي كمان ابتدت تدخل اهي في التسويه، وابتدت برضو السمنه تظهر معايا، بس لسه المرته اللي على الوش دي نيه تستوي، ودي كمان تستوي يبردوا خالص، وبعدين نعبيهم بقى في برطمانات. وبسم الله ما شاء الله، اللهم بارك على الجمال. شوفوا البرطمانات شكلها يفرح ازاي. ها صدقتوني لما قلت لكم هنملى البيت خير. ودي طلعت مرته ودي طلعت مرته. اهم حاجه في علامه الزبده الصح انها لما اسيحها واحولها سمنه تعمل لي مرته مرمله. لو عملت لك مرته مرمله مش ناعمه يبقى دي زبده 10/10، زبده بخيرها، زبده مش هتلاقيها موجوده في السوق دلوقتي. كده بصوا المرته عامله ازاي، شوفوا المرته مرمله ازاي اهي، جميلة جميلة ما شاء الله عليها. حطيها بقى، اعملي بيها طاسة بيض في طبق الفول، اعملي بيها وانتي بتعملي خلطة المحشي. بصوا كمان لما بردت، تعالوا نشوف الترميلة بقى بتاعت السمنة دي. كده خلاص بقت سمنة، ترميلة ولا كلمة. بصوا شايفين جمال الترميلة؟ وكمان هي لسه ايه كده ما جمدتش كما ينبغي، يعني هي كده تعتبر لسه دافيه. بصوا الترميله بتاعتها عامله زي تفتح النفس والله، حاجه كده يعني الواحد ما شافهاش بقاله فتره. تعالوا نشوف كمان نشوف كمان الجاموسي. بصوا الترميله بتاعتها ايه يا جماعه الجمال ده بجد. ولا ريحتها بقى، ما اقولكيش على ريحتها، اللهم بارك. يلا الحقوا على طول، هاتوا زبده المصريين وسيحوها زيي.